السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة شهوات مريم من المغرب، ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ميني بيتزا بعجين جد مميز، كيجي هش ورطب وبجوج حشوات مختلفة، كيجيو لذاذين بزاف وهائلين، مع واحد التحلية مفيدة جدا، والاهم انها سهلة وسريعة في التحضير. كتكون ألذ ما يكون، كيجي القوام ديالها كريمي ومذاق ديالها روعة. وغادي نخليكم تكتشفوا معايا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. وهنا غادي نبداو بالتحليه، هي الاولى. هنا عندي 500 ملل ديال الحليب، واحد ساشي سكر فاني، جوج حبات ديال الموز، معلقه ديال النشا او مايزينا ما تكونش عامره بزاف. عندي هنا جوج معالق كبار ديال السكر، ما تكثروش السكر بزاف حيت كاينه التمر حلوه، واحد الفلان بنكهه الفاني، وعندي هنا واحد 6 ديال الحبات ديال التمر اللي زودت ليه هذاك الطم ديالها. وفي هذا الخلاط الكهربائي غادي نضيف المكونات كاملين اللي ذكرت معكم: الحليب مع كريم باتيسير مع السكر فاني مع السكر مع التمر مع الموز ومع الفلان، وغادي نديرهم في هذا الخلاط حتى كنطحنوهم مزيان. وهنا من بعد ما طحناهم مزيان غادي نفرغوهم في هذا الكاسرول، وغادي نحطهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا اللي كيكون قوام كريمي. وغادي نفرغوهم في هاد الكؤوس ديال التقديم، وغادي نحطهم في جانب فوق سطح العمل حتى كياخذوا الحراره ديال المطبخ، وندخلوهم للثلاجه حتى كيبردوا. ومن بعد كنزينوهم بالزبيب وشويه ديال اللوز مقطع وشويه ديال التمر، وغادي نزينوهم بشويه ديال الكراميل. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. الصراحه كيجيو رائعين بزاف، وكيجي فيهم واحد المذاق اللي هو رائع وكيكونوا مفيدين. وهذا هو القوام ديال هذه التحليه، كتجي كريميه. وغادي ندوزو للتحضير ديال البيتزا، ميني بيتزا. وهنا بالنسبه للعجين ديال ميني بيتزا عندي هنا 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض، وعندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، وغادي نضيف شويه ديال الزعتره معلقه صغيره، وغادي نضيف الماء، الماء يكون دافي يجي مع العجين، وغادي نبقى نضيف الماء تدريجيا حتى كنحصلوا على العجينه تكون كتماسك في اليدين، تكون خفيفه شويه ما تكونش قاصحه باش تجي ناجحه لكم هاد ميني بيتزا. كيكون هذا هو القوام ديالها، كتكون كتلصق في اليدين. وغادي نضيف هنا واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. صراحه هاد العجينه هذه هي المعتمده عندي، كتكون رطبه وكتكون هشه، جربوها ان شاء الله. حتى الا بغيتو ديروا بيتزا كبيره ولا هاد العجينه كتجي رائعه بزاف. وغادي نضيف لها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نغطيها حتى كتخمر لينا، كيتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما اختمرت لينا هاد العجين غادي نخرجوا من هذاك الهواء اللي كتجي مع الخميره لهذا الشكل، وغادي نرشوا فوق سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وغادي نكوروا هاد العجين على هذا الشكل، وغادي نبسطوه فوق سطح العمل باستعمال الدقيق مع شويه ديال السميده رقيقه خلطهم. وغادي نقطعهم بهاد القطعه هذه على هذا الشكل. كيكون السمك ديالها هذا هو السمك ديال ميني بيتزا، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف، على هذا السمك ديالها هو هذا. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى
كنكمل هاد العجين كامل اللي عندي، وغادي نبقى نديرهم في الصفيحه ديال الفرن اللي فرش ليها الاوراق ديال الطبخ على هذا الشكل هذا. الطريقه راها واضحه. وبالنسبه للحشوات عندي هنا الكفته اللي شحرتها بشويه ديال الزيت وشويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، وعندي هنا الزيت المقطع، وعندي هنا الطون، وعندي هنا الفلفله حمراء وفلفله خضراء اللي قطعتهم على هذا الشكل يكونوا رقاقين، وعندي هنا صوص ديال البيتزا، وهنا كنتقبها بالفرشيطه باش ما تنفخش لينا في الفران على هذا الشكل هذا حتى كنتقبهم كاملين. وهنا غادي نضيفوا هذا صوص ديال الطوماط على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف الكفته على هاد الميني بيتزا، وغادي نضيف الفلفله خضراء والفلفله حمراء على هذا الشكل هذا، وغادي نضيفوا الجبن. وعندي هنا انا الجبن مخلط، جبن الاحمر وجبن الموتزاريلا خلطتهم، وغادي نضيفهم فوق من هاد ميني بيتزا على هذا الشكل هذا. وهنا غادي ندير ميني بيتزا ديال الطون على هذا الشكل، وغادي ندير فلفله خضراء وفلفله حمراء، وغادي ندير الزيتون الاخضر، وغادي نضيف الجبن، وهنا غادي نضيف زيتون اسود فوق من هاد الميني بيتزا، ومباشره غادي ندخلهم الفران اللي سخنته من قبل، ونتلاقاو ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الميني بيتزا اللي حضرت معكم. صراحه كتجي رائعه بزاف وكتجي بنينه وكتجي معلكه كما كتلاحظوا في الصوره، وبهذا العجين اللي عطيتكم كيجي هذا العجين جد مميز وكيجي هش ورطب. جربوا ان شاء الله وغادي يعجبكم، ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون خفيف وظريف على قلوبكم، وبسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.